الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني شكل من الأشكال الابتزاز اللي بيرفضوا القانون. بما إن حياتنا كلها بقت مرتبطة بالحياة الإلكترونية، طب إيه الابتزاز الإلكتروني ده؟ إن يحصل لك تهديد سواء في نفسك أو في مالك، يعني حد يجي يهددك، هيقوم بجريمة ضدك، أو يبتزك إن هو طالب مبلغ من المال. او من ضمن الحاجات بتاعت الابتزاز الالكتروني انه ينشر صور عنك او عن اسرتك، او ينشر كلام عنك او عن اسرتك، سواء الكلام ده كان صحيح او غلط. يعني حتى لو كلام صحيح وتم نشره عن طريق شخص اخر فهو بيخضع تحت الابتزاز الالكتروني. انتهاك حرية الحياة الشخصية. ما ينفعش تبقى بتطارد حد، ما ينفعش تبقى بتلح على حد في أسئلة شخصية، ما ينفعش انك تتعقب الحياة الشخصية، كل ده خاضع تحت الابتزاز الإلكتروني. من الحاجات اللي خاضعة تحت الابتزاز الإلكتروني وناس كتير قوي ما تعرفهاش، إرسال رسائل الطرف التاني مش قابلها. يعني ايه؟ يعني انت جالك رسالة من شخص وانت عملت للشخص ده بلوك، قام داخلك من اكاونت تاني بيطاردك برسالة اخرى، عملت له بلوك. هذه الرسالة المرفوضة منك تخضع تحت الابتزاز الإلكتروني. الغريب ان شخص شايف ان ده عادي، شايف ان ده امر عادي. يعني انت ازاي تخش على موقع بتاع حد، تاخد صوره وتقرر انك تهدده؟ يعني حتى التهديد الشفوي او التهديد المكتوب انت بتحاكم بيه. هتقولي طب ما التهديد الشفوي ده هقدم بيه بيان ازاي، ولا هقدمه للمحكمة ازاي؟ في وسائل كتير قوي، في شهود، تسجيل، في حد سمع، في حتى ان انت ممكن تتمادى مع الشخص ده بعد ما بلغت مباحث الانترنت ويبقى تحت اشرافهم ان انت فعلا بتأكد ان الحادثة دي، ويقبضوا عليه متلبس ان هو بياخد الفلوس، بياخد الحاجات دي. فحتى التهديد الشفوي سهل جدا اثباته. البنات هم العرضة الأكبر للابتزاز الإلكتروني، لأن ضعاف النفوس والناس اللي فقدت جزء من رجولتها بقوا كتير قوي، والناس اللي بقى احتياجها المادي بيصور لها ان هي ممكن تعمل اي حاجة عشان الفلوس كتروا قوي. ان البنات والستات اللي يجيلها حاجة كده، من فضلكم ما تخافوش وبلغوا عن الواقعة دي. الابتزاز الإلكتروني مش بس شخص بيبتزك ماديا أو بيهدد حياتك، لا ده كمان ممكن يخضع تحت السب والقذف. اللي بينشر أخبار عنك وحتى لو كانت صحيحة وانت رافض ان الشخص ده ينشرها، ده بيخضع تحت الابتزاز الإلكتروني. علموا بناتكم ما يخافوش من المجرم، لكن يبلغوا عنه، لأن الخوف من المجرم بيخليه يتمادى ويخليه يسوق فيها. اللي بيعمل كده في الآخر في الغالب عنده جرائم تانية أخرى، سواء كانت بقى ان هو مخدرات، سلاح، سرقة. عشان كده أنا بقول لكم علموا بناتكم إن هم ما يخافوش منه، لأن إحنا طول الوقت موجودين على السوشيال ميديا، سواء صور سواء فيديوهات سواء. فمش اي حد ياخد صورة حد ويحطها في شكل. انت عندك الاي اي دلوقتي بيعمل كل حاجة، فمش معنى ان انت خدت صورة سواء الصورة حقيقية او انت محولها فده هيخليك ان انت تقع تحت طائلة القانون. وهما بيقدروا يوصلوا له بسهولة جدا فوق ما تتخيلوا. عن طريق الواي فاي بيتم رصدها وبيتعرف فاي فانه عنوان، فانه كل تفاصيل، انه رقم تليفون. فاي حد يتعرض لابتزاز الكتروني، مش شرط بس ان حد بيهددك بصور، مش شرط ان حد بيهددك، مش لازم انه يكون بيقول كلام غلط، ممكن يكون بيقول كلام حقيقي لكن انت شايف كده انه هو انتهك الحرية الشخصية لحياتك. يعني مثلا ممكن تكون واحدة موجودة في فرح فلبسها مناسب للسهرة او لبسها مناسب للمكان، فحد ياخد الصور دي ويبدأ يبتزها. يعني قصدي اقولك مش لازم عشان الموضوع يكون غلط او صح، المهم ان انت تكون راضي عنه.